اول ما تجوع كل فاكهه براحتك. انا جوعت ان شاء الله تاكل في اليوم كيلو فاكهه، كل فاكهه وان كان هي مش مهم. يعني انا بيجي لي ناس كتير بتبقى بتقولي انا منع كارب. تمام، منع كارب بس بتاكل بس كل فاكهه. في ناس للاسف ما عندهاش المعلومه ان الفاكهه كارب. تمام. تمام، بالعكس هي سيمبل كارب كمان. يعني فاي ثمره فاكهه تقريبا في حجم التفاحه البرتقانه، يعني بنتكلم من 80 ل 100 ثمره، فانا باكل كارب، ما ينفعش اقطع كارب تماما. بس انا الفاكهه ليا منها حصص معينه، ما ينفعش اللي هو العشاء فاكهه. يعني اكيد مش هنقطع فاكهه بالظبط. بس هناكل فاكهه باعتدال. يعني لو حاجه زي المانجا او حاجه زي العنب دول فيهم سكر كتير، فما ينفعش اقول له كل براحتك. يعني لو هعتمد مثلا على البطيخ اكيد هاكل منه كميه اكتر من ان اكل مثلا من العنب. مفيش حاجه اسمها فاكهه ممنوعه وفاكهه في الدايت. يعني في ناس بتقعد تاكل من البرتقال والسفان دي بكميات متكلفه. عشان فيتامين سي. بالظبط. وما تقربش مثلا للمانجا او للتين او العنب، هي الفاكهه كلها فيها سكر فاكهه. كل ما الفاكهه كانت بتقرمش، كل ما كانت نسبه الفايبرز فيها اعلى، بس ستيل كلها كالوري وكلها سكر فاكهه. هاخد من المانجا مثلا كميه اقل شويه، من البطيخ اكتر شويه، لكن في الاول وفي الاخر كلهم ثمره فاكهه.